ماتش الجيش الملكي في المغرب بالنسبه للنادي الاهلي مش هيبقى ماتش سهل على الاطلاق. بالنسبه للنادي الاهلي كتير من الاهلاويه متخيلين الماتش هيكون سهل واحنا هناخد الماتش ونرجع والثلاثه بونت ونرجع والموضوع هيكون بسيط وسهل، ولكن الماتش مش سهل لاسباب كتير جدا. انه الجيش الملكي اولا بيلعب وسط جمهوره، بيلعب على ارضه. شرق افريقيا بالنسبه للمغرب وتونس والجزائر هي فرق قويه جدا وسط ارضها وسط جمهورها، وعندهم جمهور بيعرف يشجع كوره كويس وبيدخل بتفوهات عاليه وبيدخل بحميه كبيره جدا وتشجيع عالي جدا ومؤازره كبيره جدا لفرقها. فبالتالي الموضوع مش هيكون سهل جدا وانت بتلعب وسط جمهور الجيش الملكي. دي حاجه. تاني حاجه وده الاهم، الجيش الملكي اولا لعب في الدوري 8 مباريات، ثانيا هو تاني الدوري المغربي بفرق نقطتين بس عن المتصدر. ما هزمش ولا ماتش في الدوري المغربي، لعب 8 مباريات كسب 5 وتعادل 3 ماتشات، 14 جون واستقبال هدف وحيد، فيصبح بكده هو اقوى خط هجوم في الدوري المغربي واقوى خط دفاع في الدوري المغربي. ودي حاجه مش سهله جدا او دي حاجه مش عاديه، انه فريق صلب جدا دفاعيا متوازن في وسط الملعب وفريق بيقدر يؤدي مرتدات وتحولات سريعه جدا على الخصم. فبالتالي فريق هيكون متعب وفريق هيكون صعب وسط جمهوره. طبعا الهزيمه من يانج افريكانز مش حاجه او مقياس اللي احنا نقدر نبني عليه انه الجيش الملكي ما دام اتغلب من يانج افريكانز فهو فريق ضعيف. لا خالص، الجيش الملكي اتغلب وهو هناك على ارض يانج افريكانز، طبعا مع صعوبه الملاعب الافريقيه والاجواء الافريقيه فالموضوع بيكون مختلف شويه. الفريق ظهر بشكل باهت، فريق الجيش الملكي ظهر بشكل باهت، ما ظهرش بافضل حالاته بافضل. عندنا المدافع العملاق بتاع الجيش الملكي ربيع حريمات، وهو مدافع وهداف الفريق في نفس الوقت ب5 اجوان، ومدافع بيجيد التحولات، مدافع يجيد التحولات وبيقدر يروح للمرمى لدرجه ان هو مسجل 5 اهداف في الدوري المغربي كهداف الفريق. تاني حاجه عندنا في خط الوسط، عندنا في خط الهجوم يوسف الفحلي، وده برضو من اللعيبه الجيده جدا في الجيش الملكي واللي بيقدر يعمل تحولات ومرتدات سريعه جدا على الفرق المنافسه. وبالتالي الموضوع هيكون لو ما فيش سيطره على اللعيبه ديت بالنسبه للفحلي او بالنسبه للحريمات، لو ما قفلناش زوايا التمرير على الناس ديت وقدرنا اللي احنا نعمل عليهم ضغط عالي واللي احنا نحوطهم بشكل كبير جدا من اللعيبه ديت هتبقى يعني نواه لتحولات كبيره جدا هجوميه بالنسبه او ضد الاهلي بالنسبه للجيش.